شهد سد الوحدة أكبر سدود المغرب تحولاً ملحوظاً خلال فترة وجيزة، حيث ساهمت التساقطات المطرية الغزيرة في تحسين وضعيته المائية بشكل كبير. فبعد أن كان يعاني من مستويات منخفضة خلال فصل الخريف، سجل السد ارتفاعاً قياسياً في منسوب المياه مع بداية يناير 2026، في دلالة واضحة على الأثر الإيجابي للأمطار الاستثنائية على المخزون المائي. وتبرز المعطيات المسجلة خلال هذه المرحلة توازناً دقيقاً بين وفرة الموارد المائية وضرورة التدبير المحكم للفائض، بما يضمن سلامة المنشأة وحماية المناطق المجاورة. ولا يقتصر دور هذا الصرح المائي على التخزين وتعزيز الأمن المائي وإنتاج الطاقة الكهرومائية فقط، بل يشمل أيضاً الحد من مخاطر الفيضانات التي تهدد سهل الغرب والمناطق القريبة، ما يجعل تتبع هذه التطورات أمراً بالغ الأهمية لفهم وضعية الموارد المائية بالمنطقة. وتكشف الأرقام الرسمية عن تسارع ملحوظ في نسبة ملء السد، الذي تبلغ سعته التخزينية حوالي 3.800 مليون متر مكعب. ففي 10 من شتنبر 2025 لم تتجاوز نسبة الملء 42%، حوالي 1.482 مليون متر مكعب، غير أنها ارتفعت بشكل سريع مع توالي التساقطات لتصل إلى 90% بتاريخ 31 يناير 2026، أي ما يقارب 3.204 مليون متر مكعب. هذا الارتفاع الكبير دفع إدارة السد إلى الشروع في تصريف المياه الزائدة ما بين 29 من يناير و2 من فبراير، وفق ما صرح به مدير السد مصطفى طنطاوي. ولم يكن هذا التحسن متدرجاً بشكل منتظم منذ البداية، إذ عرف شهر دجنبر بعض التذبذبات في منسوب المياه، حيث انخفضت نسبة الملء إلى 41% في منتصف الشهر، قبل أن تستقر عند 42%، ثم تبدأ في الارتفاع تدريجياً مع نهاية دجنبر، لتتسارع بشكل لافت خلال يناير بفعل التساقطات القوية متجاوزة عتبة 90%. ومع مطلع يناير استقبل السد واردات مائية مهمة، حيث بلغت نسبة الملء 58%، حوالي 2.061 مليون متر مكعب في 12 من يناير، ثم 59% في 16 من يناير 2.090 مليون متر مكعب، لتصل إلى 61% في 22 من يناير بما يعادل 2.166 مليون متر مكعب، قبل أن تواصل الارتفاع بشكل سريع في الأيام الموالية. واستمر هذا المنحى التصاعدي خلال النصف الثاني من شهر يناير، مدفوعاً بتوالي الاضطرابات الجوية والتساقطات المطرية القوية التي عرفتها مختلف الأحواض المائية المغذية للسد. وقد ساهمت هذه الوردات المهمة في رفع منسوب الحقينة بوتيرة متسارعة، ما استدعى تفعيل إجراءات استباقية لتدبير الفائض المائي وضمان سلامة المنشأة. وفي هذا السياق اعتمدت إدارة السد نظاماً دقيقاً لتصريف المياه الزائدة، يتم وفق معايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار حجم الواردات ومستوى الحقينة، وكذا قدرة الأودية والمجاري المائية داون ستريم على استيعاب الكميات المصرفة، وذلك لتفادي أي مخاطر محتملة على المناطق السكنية والفلاحية المجاورة. كما ساهم هذا الانتعاش المائي في تعزيز الفرشة المائية بالمنطقة وتحسين ظروف السقي بسهل الغرب، الذي يعد من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة، حيث من المنتظر أن ينعكس هذا المخزون الإيجابي على الموسم الفلاحي الحالي، سواء من حيث الإنتاج أو استقرار الموارد المائية. وفي المقابل تظل مسألة التدبير المستدام لهذا المخزون المائي ضرورية، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي تعرفها البلاد، ما يفرض اعتماد مقاربات استباقية تقوم على ترشيد الاستهلاك وتحديث أنظمة الري وتعزيز البنيات التحتية المائية. ويرتقب أن تواصل نسبة ملء سد الوحدة تسجيل مستويات مريحة خلال الفترة المقبلة في حال استمرار التساقطات، مما سيساهم في دعم التوازن المائي على الصعيد الوطني وتخفيف الضغط على باقي السدود، خصوصا تلك التي عرفت عجزا خلال السنوات الماضية.